ببینەوە لەتاکو کاتەی وتارەکان تەواو ئەبێت دواتر بێتەوە چینە ناو پێشانگاکە و تەواوی ئەو تابلۆ بەشداروانەی کە من شێوەکار سندوس شیروان لە سلەیمانیەوە بەشداریم کردووە. ئەمە سێهەمین بەشداری کردمە لەگەڵ مؤسسەی عشتار، بەڵام پێشتر دوو معرەزی مشتەرەکیشم کرده بوو. اینجا ئەم تابلۆیم ڕەسم کردووە باسی دڵخۆشی ئافرەتەکە. لەبەر ئەوەی دڵخۆشی ئافرەت زۆر گرنگە، چەند ئافرەت دڵی خۆش بێ ئەوە نەئەتوانێت پەروەردەی مناڵ باشتر بکە، دڵخۆشی ماڵەکەی زیاتر دڵخۆش بن. خۆم 5 پێشانگام بەشداری کردووە، 5 پێشانگا، بەڵام لەگەڵ مؤسسەی عشتار ئەمە سێهەمین پێشانگایە. التشكيلية نادية العزاوي، أول مرة أشارك بسليمانية بمعرض. شاركت بلوحة واحدة أبعادها 100 في 50، مثلت بها المرأة العراقية. حاولت أركز على اللبس التراثي العربي اللي تقريبا كل نساء العرب مشتركات به. ركزت على الألوان اللي تكون مبهجة مفرحة. أيضا حاولت أبين الإكسسوار اللي ترتديه المرأة العراقية واللي اشتهرت به منذ زمن السومريين والبابليين والآشوريين، والدليل على ذلك وجود الإكسسوارات والذهب بالآثار. أيضا ركزت أو وضحت باللوحة الرمزية، حاولت تبين الرموز اللي يشتهر بها العراق مثل النخيل. كذلك بينت الديك، والديك الدليل هو على يوم جديد، فجر جميل أو بهجة، فرح، سعادة. فحاولت أنه تكون الألوان مبهجة دائما مفرحة. أنا أحب الألوان. بمشاركة طبعا 85 فنان من تقريبا جميع محافظاتنا العزيزة. شكرا لهذا الحضور الطيب والقيم. شكرا إلى جميع الإعلاميين اللي تواجدوا. شكرا إلى الفنان